غني على التعريف المصري، ابو دم خفيف ابو دم خفيف ابو دم خفيف ابو دم خفيف. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم والله أكرم، ويا رب دايما مصر تبقى بخير وأمان وسلام. البرنامج ده عبارة عن دفتر أحوال الشارع المصري في الشهور الأخيرة. عديت على المصريين في كل مكان واتكلمنا عن أحوال بلدنا، عن مصر اللي كانوا عايزينها محبوسة، بس بفضل الله هتفضل محروسة. تعالوا معايا نشوف المصريين قالوا إيه، ونشوف خفة دمهم. ولا اقول لكم والله ما حد قايم من مطرحه، انا اجي لكم لغايه عندكم، انا جاي. انا من المحاربين. رحت ارخص الكشك، قال لي لا احنا بندي المسجلين بس. مسجلين ايه؟ مسجلين خطر. ايه ده مسجلين خطر؟ هم اللي بياخدوا الاكشاك بس. يعني انت بيقول لك انت مش هتاخد الكشك الا اذا كنت مسجل خطر. اهلا وسهلا. ازيك يا حاج؟ استنى يا مساعد شويه. منوره يا حاج. واخد بال سعادتك؟ قال لي بندي مسجلين بس. طب ليه يا باشا؟ قال لي هو كده. وانا عندي بنات معاها شهادات، اروح اتسجل ابقى اضرب واحد اموته ويسجلني عشان يديني كشك وادمر الاسره؟ طبعا ما ينفعش. جيت مروح من الساعه 10 طلعوا عليا 4، 2 بآلي و2 بطبنجات. ايه ده؟ الساعه 10. فين بقى الكلام ده؟ ايه بس يا حبيبي؟ ايه ده بس؟ ايه ده يا عم فؤاد؟ ايه ده يا عم فؤاد؟ وبعدين حصل ايه؟ طب احكي لي يا عم فؤاد بس. في شارع ابو بكر نزلوا بعربيه، لك شوف بطاقته بعمل كده، البطاقه اهي بيتقالوا برشاشات. انا قلت دي حكومه، خدوا التليفون وما جابش كده. لا اله الا الله. مش قادر انسى ولا بعد عبد الناصر ولا بعد مبارك ولا السادات حصل معايا كده. نيجي بلاغ نتبادل. انا عايز اعرف رايكم في اللي بيحصل في البلد يا سمر. ايه ده؟ احوال تدهورت يعني. تدهورت؟ من الدهوره؟ من الدهوره. بجد يعني. موضوع افضل، فانا مش مرتاحه يعني. مش مرتاحه؟ انت شكلك من حزب الكنبه. بتقعدي كتير ولا انت من حزب الانتريه ولا الكنبه؟ مش مرتاحه شكلك. مش مرتاحه. مش مرتاحه؟ مش مرتاحه على الكنبه بقى. طب ما تروحي الانتريه يا سمر تبقى كويسه ولا حاجه كده. الدنيا باظت خلاص. الدنيا باظت. ان شاء الله تهدى كده وربنا يروق الحال والدنيا تبقى كويسه يا عم فؤاد. مصطفى قال ايه؟ مصطفى كامل. لا حياه مع اليأس ولا يأس مع الحياه. يئست بقى يا خلاص بقى ملوش لازمه. خلاص بقى. لكن الحياه الواحد مش هيعيش قد معاك. مش كده؟ انت الراجل قلنا انتخبناك. ماشي. انا؟ لا انتخبنا مرسي. انتخبنا مرسي. يا مرسي بص بقى انت. مين؟ مرسي يبص للناس. ما بيبصش؟ لا ما هو كده مش باصص خالص. هو باصص في انهي حته؟ ولا سائل. انا عارف باصص فين. يعني في حريقه في البيت اللي جنبي. في حريقه في بيتي، اروح اتفف في اللي جنبي واسيب بيتي؟ لا طبعا. طيب ما هي دي اللي حاصله بالبلد. الله. المحكمه حكمت بعوده النائب العام القديم. فالقديم رجع والجديد مش عاوز يمشي، بقى عندنا اثنين. عندنا اثنين يا سمر. حلو. انت ممكن لو حصل لك حاجه تروح لمين فيهم؟ مش عارفه بصراحه. القديم ولا الجديد؟ اقول حدي بادي. حدي بادي. عم فؤاد من المحاربين القدامى ومش قادر ياخد حقه. 73 مش ياخد جزء من حقه. للسيد رئيس الجمهوريه مواطن مصري مخنوق لانه مش واخد حقه. هات ايدك. هات والله العظيم ابوس ايدك. انت بتبيع ايه؟ ببيع مقاسات اهو زي ما انت شايف. مقاسات؟ لا انا سابك بتبيع مقاسات اهو. ايه المقاسه بكام النهارده؟ والله العظيم هو في بيع ولا شروه؟ مفيش بيع ولا شروه ولا حاجه. طب انت ما دام عندك مقاسات وسايب زباله مش تشتغل بقى وتشيل الزباله؟ لا ده انا ببيعها للزبون يعني. بتبيع ايه؟ بتبيع زباله؟ لا ببيع للزبون المقاسات للزباين يعني. بتبيع المقاسات؟ للزباين يعني. طب انت ايه رايك بقى في اللي بيحصل بقى في السياسه؟ والله العظيم دي ذنب مبارك.
ذنب مبارك؟ والله دي ذنبه والله. يعني انت كنت مبسوط ايام مبارك؟ كنت مبسوط وكنا شغالين اخر حلاوه. لا بامان الله. لا بس لا بامان الله. احنا دلوقتي والله العظيم ذنب مبارك. احنا عملنا ثوره والثوره كويسه. لا احنا في شويه اخطاء والله العظيم هنقعد 150 احنا بشر وبنخطئ كلنا. احنا عايزين الامور تتحسن. انا ما شفتهاش فين؟ ولا في عهد عبد الناصر ولا السادات ولا مبارك. ايام مبارك ما شفتهاش. ما شفتش مين؟ ما شفتش الحكايه اللي حصلت لي دي. طبعا ما شفتهاش. انا قلت شفتهاش دي في حد معين ما شفتهاش؟ لا ما شفتش اللي حصل لي ده ابدا. وما كنتش متوقع وانا بساعتها ما كانش حد يقدر يوقفني. يبقى انت بتؤثر على عم فؤاد. انت داخل على سنه عليه بالبوف. ما هو اهو يبقى انت اللي يسار عليه. يعني انت حقك مش هتاخده، هتاخده من مين؟ يبقى موسوم حاجه تراضى. ممكن ممكن ربنا موجود. وانت اللي شرح حاجه على بلبول ممكن ولا لا؟ ممكن دي يبقى افرض انت واشرح على سنه ممكن. لا ممكن ازاي؟ هيعيش ازاي يعني؟ هيعيش ازاي يعني؟ انت عارف يا عم فؤاد دلوقتي انا بكلمك بحاول اضحكك بس الضحك يظهر صعب. الضحك صعب يا عم فؤاد مش كده؟ اخر حاجه فكرت فيها اروح اعيش في اسرائيل. انا بشتم اروح اعيش مع اليهود. لا اله الا الله. الناس حتى مش سامعاني لانها ما عندهاش استعداد، مخنوقه بتطلع اللي جواها، فيض من الهموم بتطلع والخنقه ومحدش قادر يسمع حد لانه عاوز يطلع همومه. الصيام بقى فيها مزز وكلام من ده وحاجات من ولا ايه؟ لا كل الناس اللي هنا ناس محترمه. ما بيبقاش فيها لا ما فيش الكلام ده كله خالص. طب ممكن تبقى تشويه للمتظاهرين والناس النظيفه اللي موجوده. يعني الحمد لله كل شيء تمام. طب ممكن اشوف بنفسي الخيمه يا جماعه؟ عشان اشوف ايه اللي هيحصل فيها. لا امسك يا ابني البتاع دي كده. جبنا نستو معفنين. الله يدفعك. رحت الاستفتاء يعني؟ لا. بتاع الدستور؟ لا اللي هو بتاع الرئاسه الاول وبتاع رحنا في الرئاسه في الاول. لا بتاع الدستور. لا ما رحتش. طب بص اسمع انا دلوقتي هسألك انت رحت الاستفتاء؟ قول لي قول لي انت رحت الاستفتاء؟ رحت. قلت ايه نعم ولا لا؟ قلت نعم. لا بص قلت لا علشان احنا ماشي علشان تبقى انت دخلت الاستفتاء وقلت لا علشان الاستقرار. ماشي انت قلت لا ولا نعم؟ لا قلت لا. لا قلت نعم علشان ايه الاستفتاء؟ قول انت قلت لا في الاستفتاء ولا قلت نعم؟ قلت نعم يا عم مش انا قلت لك قول لا. حاضر. قلت لا ولا نعم؟ قول. لا قلت لا. طب قلت لا ليه؟ كده عشان يعني البلد تستقر وكده يعني. طب ايه الاستقرار ده في رايك ممكن يبقى دوام كامل ولا نص دوام؟ بصراحه ان شاء الله تبقى دوام كامل ان شاء الله. طب ونص دوام وحش؟ لا يعني مش عايزين نص دوام بقى، عايزين البلد تقف على نص دوام عشان تستريح يعني تاخد نص يعني استقرار ونص يبقى فيه بلطجه شويه كده وشويه كده. بلطجه احنا عاوزين بقى بلطجه. احنا مش عاوزين بلطجه بس في نص استقرار ونص ايه؟ ونص كده يعني. نص كده؟ ولا كده احسن؟ لا مش كده مش احسن طبعا. الناس بيقول لك انتوا قاعدين ليه في التحرير؟ احنا لينا حق. انا مش هتكلم لا ثوره ولا سياسه. احنا 12 ل 14 مليون معوق مكتوبين في الدستور اللي احنا يعني نعتبر 15% من الشعب المصري كلمتين يكفل القانون بكذا وكذا وكذا. ايه ده؟ مشكلتك انا ما بتكلمش دلوقتي كمشكلتك دي احد المشاكل. ان احنا دلوقتي بنقول ان احنا كراجل ناس معوقين نقف جنب البلد لحد ما تقف على حيلها تقف البلد كويس وبعد كده ناخد حقنا. فعشان كده نازل وبقول ان احنا لازم نشارك الاول في الثوره. امال مين اللي مين؟ البلد مش محتاجه رئيس، مصر مش محتاجه رئيس. هتمشي لوحدها كده يعني؟ مصر محتاجه زعيم يعديها الجسر. طب انت ليه ما يعني على اساس ان ليه ما بتعملش كده؟ ما اعملش كده ايه بقى؟ انك انت تروح في الناس كلها ده يدول لك؟ لا ما يدولش؟ لا. ليه؟
يعني دوم ازاي يعني؟ يعني ايه انت تكوينك الشخصي ده يكون لك بالنسبه للقرار السياسي، هل ده مع الاضمحلال ده يؤكد ولا لا؟ يؤكد. انا عايزك انت المره الجايه لازم تروح الاستفتاء. لا ان شاء الله. واوعى حد يقول لك كلمه تسمع كلامه. لا ان شاء الله. كلامك ده بيبقى من دماغك. ان شاء الله. يبقى ايه؟ من دماغك. انت جميل. لو القرد مات القردات يشتغل ايه؟ والله يشتغل بقى زي ما اشتغل، ان شاء الله يشيل بغلق. ايه؟ يشيل بغلق في الشارع، مش عيب ولا حرام طالما بيجيب لقمته بالحلال. احنا عاوزين نبعت تحيه للاستاذ ابراهيم عيسى ماله؟ لان ده راجل صحفي محترم من زمان. ده بقى هو ابو حمالات مشهور بس راجل صح وراجل محترم. الحمالات دي بتديله شجاعه. لا هو من زمان من ايام العهد البائد وكله. راجل محترم وراجل مناضل وكان بيعارض حتى في ايام حسني مبارك. كان بيقول كلمه حق. انت صوتك رايح فين؟ انا من هنا طالما دي قناه القاهره والناس ببعت تحيه خاصه للاستاذ الكبير ابراهيم عيسى وكل العاملين بالقاهره والناس. انت كنت بتهتف ولا حاجه؟ لا هو صوتي كده بس. لوحده ربنا. هو خلقة ربنا. هو خلقة ربنا. يا خبر. طب يبقى حسن عوض جميل. انت رايك؟ رايك مين؟ في حسن عبد المجيد. الاحسن انا ما اعرفش عبد المجيد اصلا، ما اعرفش جديد. طب والسنه اللي طلعت من الصبر الياباني اقول لها؟ الله منورانا والله يا سمر. تقول لسمر ايه؟ منورانا. ما انا قلت وانت تقول لي سالي. انتوا تعرفوا بعض ولا حاجه؟ ايه بقى؟ شغالين مع بعض. شغالين مع بعض بقالنا سنتين. شغالين بقى سنتين. هل الصداقه اللي بالنسبه للعريس هل ترجعي؟ طبعا اساسي. طب وانت يا سمر؟ ايه؟ سمر حافظاني انت مش حافظني. طب ايه حكايه الصوابع اللي داخله في البلد دي؟ ايه الحكايه؟ مش عارف. انت سمعتيها؟ ايه صوابع؟ مش الرئيس قال لك ان هناك 70 3 بيمتدوا في ما بتفرجش عليه. انت يا ياسر بتعمل ايه ده؟ انا بعمل ايه في ايه؟ يا راجل 3 صوابع اللي هم ممتدين. والله انا عمري ما شفته، عمال يقول صوابع، مش عارف صوابع دي منين اصلا. حاجات غريبه. اصل انت لو الصوابع بتمتد انت كل واحد فينا لازم يخاف على الصوابع. طبعا اساسا. مش كده؟ انت ممكن تقوم الصبح تبص تلاقي ما نلاقيش صوابع. تلاقي امتد. انا عايزك تشوف لي حد كده من الناس كده اللي لابسه كده في الزمالك. طب ما هو احنا بشر وهو احنا مش بني ادمين ولا احنا دور عويجه مثلا؟ دور عويجه؟ ايوه احنا ايه بقى؟ قول لي احنا. لا انت فل ولا دور عويجه ولا حاجه. قول لي بقى انت ايه رايك باللي بيحصل في البلد؟ شويه فلول وهيعدوا خلاص. شويه فلول وهيعدوا. ازمه وهتعدي ان شاء الله. ازمه وهتعدي ان شاء الله. انت مسؤول عن العدل البريه؟ ايه؟ انت كانسان بقى انت ممكن تتحاصر بالناس ليه؟ انا والله متحمل لاخر لحظه، لازم اتحمل. اعمل ايه يعني؟ لانك انت لو وقفت هنحكي على الطراري. مش كده؟ انا لازم اتحمل. هنعمل ايه؟ هل التخطي مع التواكب ده بيؤدي ولا ما يؤديش؟ ما بيؤديش. ليه بقى؟ ما بيؤديش. يعني انت مش عايز الحقيقه ولا نكذب؟ بتشتغل ايه انت؟ انا السايس بتاع العربيه. السايس. يبقى انت شغلك دلوقتي بقى احسن من الاول؟ لا. ليه؟ يعني مش زي الاول. يعني الاول كان الواحد ممكن يروح له ب 50 60 جنيه، دلوقتي مش لاقيين ال 20 جنيه خالص. يعني الحمد لله. انت شايف اللي بيحصل ايه بقى؟ تقول للرئيس ايه دلوقتي؟ والله الله يعينه يعني. الله يعينه. انت مكون حياه الراجل. هو بصراحه يعني الراجل يعني مش لاقي حد يقف معاه. هنعمل ايه؟ طب انت مشهور هسه مع الجريحه بالنسبه للاخوان المسلمين على العرض الصليبي. لا احنا مش عايزين اخوان مسلمين، احنا عايزين الرئيس مرسي وبس، يكون رئيس للمصريين وشكرا. هل المستشارين اللي موجودين دول بقى اكيد ما بيعملوش شاور مع بعض؟ لا مش متفقين مع الراجل ده. ما بيعملوش شاور. الراجل ده مظلوم يعني. مش كده؟ لو هم بيعملوا شاور كان القرار بقى البلد دي تبقى نظيفه او هي ما زالت نظيفه برضه. لازم يعملوا شاور مع بعض. والرئيس لازم يعمل شاور معاهم؟ لازم. بس الرئيس مش واخد فرصته حول الله. يعملوا ايه؟ شاور مع بعض. يعملوا شاور ازاي بقى؟ مش ده يستشيروا بعض. يعملوا شاور يعني. يستشيروا بعض. يا واد يا جامد. اعملي كده يا سمر. اعملي كده. قربي شويه كده لو سمحتي. اعملي ايديك يعني للكاميرا. طب ممكن الصابع ده تحركيه؟ انهي صابع؟ ده اهو. يا نهار اسود. تحركتيش. ده والله مش عارفه. لا حاولي تحركيه. لازم تحاولي. لا الخبنصر ده البخنصر. حاولت. طب الصابع اللي هو لف كده شويه كده. لا كده اهو. اتعديت من مرسي. لا الصابع ده يا خبر يا سمر. ده انت كده تاخدي بالك من صوابعك والله العظيم فعلا. ده المفروض تاخدي ورينا يا ياسر. امسكي يا سمر كده. لا خلاص بقى. لا اعمل كده يا سمر. يا ياسر. لا دي يا ياسر. حرك ده الخبنصر. لعبت كله لعب. طيب خد بالك من صوابعك اول ما تقوم الصبح قبل اي حاجه. تعد صوابعك لان ممكن يبقى في صابع كده ولا كده امتد. والا في صابع امتد تلاقيه اتقطع. صح؟
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الزحمه قلت الحمد لله. لا ده شغاله الزحمه زمان يا راجل حرام عليك والله شغاله. ازاي بقى؟ النهارده السبت اهو برضه في زحمه. في زحمه؟ النهارده السبت فعلا؟ يعني بس يبقى كده السبت موافق خميس؟ لا مش خميس، موافق سبت برضه. بس بقى زحمه. زحمه. الاقتصاد اخباره ايه؟ الاقتصاد تعبان ساقط. طب في هناك خيارين عشان الاقتصاد يتعدل، لا اما الخيار اللوجستي لا اما الخيار الايديولوجي، انت مع انه مع انهون؟ والله انا لا اعرف لا جورجي ولا استرولوجي. لا الجورجي ايه؟ لوجستي او الايديولوجي انه احسن؟ الجورجي والجروستي انا ما اعرفهمش. طب انت احساسك ايه بقى حتى لو هتكمل ولا هتقول لا بقى انا اصلا ولا قلبي ليه؟ اكمل اروح فين؟ في بالتكوين. انا شغال في 86، ممكن اكمل لحد السيده عائشه وارجع. والله؟ واروح الامام عادي. مفيش زحمه ولا في زباله في الشوارع ده الزباله غرقت الدنيا، ده الواحد ما بيعرفش يمشي من الزباله. يا راجل حرام عليك. ده الواحد بيمشي يخبط في الزباله. طب انا بس يا جماعه انا عايزك تقول بقى الحمد لله المواصلات كويسه والزباله مفيش وان شاء الله ربنا نقول الحمد لله عشان استقرار الاستقرار. يلا قول بقى ايه رايك في الزباله؟ الحمد لله كتير قوي في البلد ومغرقه الدنيا والمواصلات زحمه والطريق بيتقفل بناخد فيه ساعتين. لا انا عايزك بص تقول ايه ان مفيش زباله والحمد لله يعني الشارع نظيف. ازاي يعني؟ الشارع نظيف والحمد لله الزحمه يعني اخالف ضميري؟ اقول غلط عشان الاستقرار. انا غصب عني. استقرار ايه يا بيه؟ عشان يبقى في استقرار. ما لازم يشيلوا الزباله عشان يبقى في استقرار ويسلكوا الطرق. يعني انا اكذب؟ قول الحمد لله ان في عيش الحمد لله عيش مش موجود وكله صراصير وكله فران عشان الاستقرار. حرام عليك كده. انت هجيب لك رغيف تشوفه. في ايه؟ الرغيف صغير كده وبقول لك هيغرق 3 رغيفه للبلد. طب والسولر بقى ما تتكلمش على لا السولر ده مشكله لوحده. ممكن لا مؤاخذه نقعد 3 ساعات 4 ساعات طول الليل نلف عشان نوصل للزبون. طب عشان خاطر ابوس ايدك قول بقى ان في عيش كويس عشان خاطرك انت عشان انا بعزك. مفيش اي حاجه في البلد برضه ناشفه خالص، ناشفه زي المستشفى خالص. طب عشان خاطري بس كلمه اخيره بس. الحمد لله انا كسائق الحمد لله المرور اتنظم. الحمد لله كسائق واخد بالك مش عارف اكل ولا عارف اشرب. لا المرور ولا عارف امشي في الشارع. المرور اتنظم والزباله خنقتني وعندي مرض السل. والمرور اتنظم والحمد لله زي الفل. اتنظم فين يا بيه؟ بقول لسعادتك انا باخد المشوار في 3 ساعات بعد لو كنت باخده لا ما تبوسهاش حرام ما تركبنيش ذنوب. الحمد لله المرور بقى زي الفل ومختلف الحمد لله في العصر اللي احنا فيه ده. الحمد لله المرور زي الزفت ومش عارفين نمشي واخد بال سعادتك. والراجل اللي بيروح شغله بيتاخر وبيبدأ تاخيره وممكن يروحوه. يعني اعمل لك ايه ده؟ انا بتوسل اليك انا بقول لسعادتك الحقيقه. يعني انا شغلتي ما اقدرش انافق. انا شغلتي متوقفه على ان انت تقول الكلمه دي. ابقى شغالك معاه محصل. جاملني. لو فصلوك اشغلك معاه محصل. يا اخي ده انت والله انت بتهرس ولا حاجه ليه؟ لا ما مش انت فاهم بقى. ما انا بقول الحقيقه. ليه بتعمل ولا اللي يقول الحقيقه يبقى وحش؟ ما ممكن انت اللي حاجه العسل. ما هو الراجل اللي بيركب معانا برضه مظلوم ما بيروح شغله متاخر يا بيه. ما انت بالعسل لو ظبطوا دلوقتي الشارع بقى مقفول. بتوع الملابس وبتوع الجزم انت بلاش الحاجه على ايه؟ اعمل ايه طيب؟ ما انت فوق كده والله. لازم اقول كل حاجه ليه بقى؟ ما انت عايز يا راجل ده انا عارف منين. لا بصراحه يعني تقول لي ما ده ضمير وتروح عليك ليه؟ ما هو الضمير صاحي مش راسل عليه صاحي من مين فين؟ ما في كل حاجه يا راجل مش انا الطريق والمرور بنسى عليه. المرور ما وانت تنسى عليه كلمه الاول عليها. تمشي العربيات بتحك ببعضيها. ايه اللي يحك في حك؟ العربيات من الناس بتحك في الناس وانت عامل عليه ليه؟ سنه؟ لا ساكت ليه؟ ما انا بقول اهو. ما انت من فوق كنت تقول يا اخي من ما انا قايل بقى لي فتره جامده. قلت ايه من نفسك عليا؟ انت هتقول لي مش عارف قول. انا اللي اتحايلت عليك ولا انت اللي كنت عايز تقول؟ قول واحنا بناكل فول. ده كلام. انت بتاكل فول؟ امال هاكل ايه؟ انت لاقي فول اصلا؟ ما انت محترم نفسك. مش لاقيه. طب خلاص ما بتتكلمش بقى دور عليا. اقول ايه طيب؟ تقول لي كل ما انت حرام. ساعات باكل فول ساعات ما باكلش. يا راجل انت بتاكل فول وتدرس عليا. ما نعمل ايه طيب؟ ايه الطعميه ونص عليا يعني؟ وهي الطعميه موجوده؟ ده رز والبطاطس. ولو موجوده تلاقيها بالزيت بتاع السولر اللي هم رامينه. والبطاطس من عليها تغيير. لا البطاطس برضه معموله بالسولر. والناس اللي ماشيه في الشارع ده انا عملت تغيير. بالذات المواتير والكوارين. المواتير اسال عليها يا اخي. هو الميت حتى كمان. يا راجل حرام عليك ده انا اسال عليها. هنعمل ايه طيب يا باشا؟ تعبتني والله العظيم 3 يا اخي. امال انا اعمل ايه؟ ما انا تعبان بقى لي سنين. وانا كمان تعبان. ما تعبت انت 5 دقايق. انت تعبتني يعني بس. تعبتك انت؟ امال انا اقول ايه؟ بقى لي 28 سنه سواء في الهيئه ما تعبش. تعبان. ومرتبك كويس؟ جميل قوي. كام بتاخد؟ جميل قوي. مش لاقي اكل انا وعيالي. تلاقيك بتاخد على قلبك قد كده. قلبي؟ ده انا عندي القلب. قلبك؟ من قله الفلوس. يا راجل حرام عليك. والله. انت بس انا عليها. انا بقى لي 28 سنه خدمه هنا واطلع لك شريط القبض. مرتبي 464 جنيه. كم؟ 464 جنيه. تعبتك انت؟ تعبان. تعبان. صح؟
المصري. ما انا بقول لسيادتك اهو. المصري دمه ايه؟ الحمد لله اللي احنا مصريين. دمه حامي. بس عايزين نشوف عشان يبقى دمنا ما عندناش دم. ودمه خفيف. ما فيش، ما بقى خفيف جدا. بقى من قله الاكل ومن قله الغذاء. دمه خفيف ولا خفيف جدا؟ لا خفيف خالص من قله الغذاء. انت من الناس الحلوين اللي انا قابلتهم. تعيش يا راس وراجل محترم. تعيش يا راس مصري اصيل دمه زي العسل. تعيش يا راس ربنا وانت عارف ان انا يعني معجب بيك جدا. عايز تخطبني؟ معجب بيك. اخطبك؟ ماشي.